انا من دابا غادي نبدا نضوي غير الشمع والطاقه الشمسيه، حيت هذه الحكومه بقى لها غير الاكسجين تقول لنا راه هو حتى هو كدعمو. فاتوره الكهرباء المواطن اللي تيخلص 100 اليوم من لوني الدوله تتخلص معاه 75 درهم، واللي تيخلص 200 تتخلص معاه 125 درهم. كيعطوا معاك 125 درهم في الضوء، وكتشري بيدو ديال الزيت 131 درهم. كيعطوا معاك 125 درهم في الضوء، وكتشري لتر ديال المازوت ب 17 درهم ويقدر يزيد. كيعطوا معاك 125 درهم وكتخلص 300 درهم ضريبه على الملف في المحكمه. الحكومه كتشوف غير الحائط القصير اللي هو المواطن وجيب المواطن وكتمشي له ديريكت. وباش كتبرر هذا الشيء كتبقى تعاود لينا اسطوانات كندعموا السكر والضوء والبوطه. غير البوطه عاودوها اكثر من 100 مره هذا العام، بحال هما اللي داروا هذا الدعم، بحال هما اللي ما نعرف اش داروا. تحملت ميزانيه الدوله 100 درهم عن كل قنينه غاز، وكل قاروره تتمشي من الحانوت ما تهمناش شكون اللي خداها تتسوى للدوله 97 درهم. ودير الحساب مع راسك. البوطه اليوم الثمن السعر الحقيقي ديالها هو 140 درهم 135 درهم. خصها تلقى البوطه بالثمن ديالها. اسيدي حرروا اسعار البوطه واسعار السكر والكهرباء، غير في المقابل خفضوا اسعار المحروقات وعاقبوا هذا اللوبي اللي انتم جزء منه. حروا اسعار البوطه وفي المقابل راقبوا اسعار المواد الاساسيه ورجعوها كما كانت، واللي حصل كيزيد على المواطن عاقبوه. حروا اسعار البوطه وفي المقابل بعدوا شركاتكم على الدوله وما تخلوهاش تحتكر السماء والتراب والبحر والبر والبحر. حروا اسعار البوطه اللي صدعتونا بها، وبالمقابل طبقوا داك الشيء اللي قلتوه في البرنامج ديالكم الانتخابي وانا اكاد ازز منه والله ما غادي يتطبق. فين هي 2000 درهم اللي كل مواطن اللي قلتوه واللي ما تحققت؟ وقلتوا جروا علينا الا ما تحققت بالحجر. واش نبداو في التشيار ولا باقي؟ ولا كتطبقوا برنامج عكسي كتفرضوا على المواطن يخلص الحكومه 2000 درهم وراه باينه ملي زدتوا في كل شيء مع هاد الاسعار اللي ملتهبه، واللي حتى البيض ولا ب 50 ريال للاسف الشديد. وهذه كنعرفوا على انه هذا قوت ديال المواطن البسيط في هذه البلاد هذه. بلاص ما ديروا صندوق تضامني تساهم فيه كاع الشركات الكبرى اللي ربحات الملايير من السنتيمات على ظهر المواطن في هذه الفتره هذه كامله، ومشيتوا للدرويش مسكين تحلبوا منه 2 ريال ديالو اللي كيربح في الشهر واللي كاع ما كيربحها. حتى الشركات الصغرى اللي كيوسع عليها جلاله الملك مشيتوا لها ديرك، وبدل ما تدعموها ضربتوها وطلعتوا الضريبه من 10% الى 20%. يعني غيبقاو غير الشركات الكبرى اللي محتكرين كل شيء. الحمد لله اللي عندنا هذا البرلمان كنفسوا فيه على المواطنين وكنتكلموا بلسانهم، لانه للاسف الشديد اليوماتيه باش نتكلموا الصراحه ونتكلموا في هذا البرلمان اللي هو برلمان ديال الشعب واللي ما يقد حد يحاسبنا عليه، لانه هنا كنتكلموا كمواطنين وكاساتذه جامعيين وكنعطوا رأي مجموعه من المسائل. كنقول من هذا المنبر اليوم على انه كاينه ازمه اقتصاديه واجتماعيه خانقه في المغرب، وكاينه ايضا ازمه سياسيه، وعلى الفاعل السياسي ان يتحرك. ملي كنقول يتحرك ليواجه لهيب الاسعار اللي حرق المواطنين واللي تجاوز الحدود المعقوله. اليوم اي حاجه درتي فيها يدك قاديه فيها النار. المواطن راه ما تلا قاد يصبر وراه وصلت فيه العظم، وكنقولها وكنأكدها. اليوم خاص تدابير استعجاليه، خاص حلول. ما شاهدناه في البرنامج الحكومي ولا في قانون الماليه اليوماتيه هو التضريب وهو التحصيل من جيوب المواطن، ولكن للاسف المستفيد الاكبر والخلاصه الكبرى هي الشركات الكبرى. اذا كاين ازمه، وباش نحلوا هذه الازمه كنقولها وكنأكدها خاص نتيكوا الكارطه وخاص لاعبين جداد. لانه اليوماتيه هذه الحكومه اللي خرجوا علينا وقالوا لنا حكومه كفاءات، والله ما هي حكومه كفاءات، هذه حكومه كتزيد الشحمه في ظهر المعلوف. تحياتي لكم والسلام عليكم.